السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا سيدي باش نقدم لكم كتاب اسمه تونس والإسلام الجريح. تونس والإسلام الجريح بقلم محمد الهادي مصطفى الزمزمي. هذا يلزم كل تونسي يقراه باش يعرف حقيقة الدولة العميقة في تونس. يلزم اي تونسي، كل تونسي كبير صغير يلزم يقرا، حتى ما ينجمش يقرا 500 صفحه هذوما، يقرا على الاقل بعض الصفحات باش يعرف ان الحرب قائمه على التونسيين، على المسلمين. ما نقولش الاسلاميين، نقول المسلمين، على خاطر هذا الكتاب يحكي حتى باش تكون معناه انسان مستكفي بنفسك وتصلي وتصوم، راك معناه كازي في الكازم تاع الاسلاميين. هي بصراحة هي حرب على الإسلام وعلى المسلمين في الحقيقة. الكتاب هذا دونك يلزم كل واحد، نقول لكم فريمون يلزم كل واحد يقراه. نعاود التتر نتاعو تونس الإسلام الجريح لمحمد الهادي مصطفى الزمزمي. نعرف ان التوانسه ما عندهمش بيبليوتيك، ما عندهمش مكتبه في ديارهم، تلقى كل شيء عند التونسي الا المكتبه. تلقى عنده مكتبه معناه مدرسيه، تلقى متاع صغار ومتاع كرارس دي مانويل، ما تلقاش كتب. الكتب راهي هما كماليات بالنسبه ليه، على خاطر التونسي المويان معناه فقير، معناه ما عندوش معناه الزايد باش يشري كتب معناه عندها يعني قيمه. كتب بالنسبه ليه باش يشري كتاب ب30,000 40,000 ياسر عليه، بالخاص كي يبدا عنده عائله. حاسلو انا حبيت نستعمل التيك توك باش نقرا لكم بعض الصفحات من الكتاب هذا، على خاطر معركه الوعي راهي فريمون معركه باش تاخذ برشا وقت باش الناس تفهم ان الحرب قائمه مش على لا على الارهاب ولا على الارهابيين ولا على ناس اخرين، الناس معناها هي كيما يقولوا خونه ولا حاجه. الحرب قائمه على المسلمين، الاسلام والمسلمين سيتو. الو في صفحه 135 في الكتاب هذا باش نحكي لكم على كيفاش الناس اللي تصلي ولا مستكفيه برواحها اللي تخدم في الجيش التونسي كيفاش يعاملوا فيها، كيفاش يعاملوا في الناس المتدينين بين الظفرين، معناه ناس مستكفيه برواحها تصلي وتصوم ومرته متحجبه، كيفاش يعاملوهم في الجيش التونسي. نقرا لكم شويه. وقد يتخفى العون او الضابط بصلاته فلا يؤديها الا في قعر بيته، يعني ما نجمش يصلي في الخدمه نتاعو. دونك رغم هو في بلد مسلم وفي جيش مسلم ما نجمش يصلي في العمل نتاعو، دونك يمشي يصلي معناه يصلي عادي في داره. قال لك يا سيدي وقد يتخفى العون أو الضابط بصلاته فلا يؤديها إلا في قعر بيته إثارا منه للسلامة، ويحمل زوجته على التعري وترك الخمار حفاظا على وظيفته. يعني لا عنده بوست باهي يزمو مرته ما تكونش لابسه خمار، ولازم حتى يلوبليج باش تتعرى. لكن المخابرات العسكرية، وكما ذكر لي أحد الضباط الساميين من أولي الأيدي المتورئة والذي أخرج من وظيفته جزاء استقامته وطهارته وتعففه، أن أجهزة المخابرات العسكرية كانت تتجسس عليهم بطرق شيطانية مختلفة، كإرسالها بعض أعوانهم من زملائهم إلى بيوتهم في زيارات مباغتة ومفاجئة. معنى أنت ما تخدم ما تصليش في الخدمة متاعك وعمل روحك معناها نوتر كومبليتمون نوتر، في دارك يجيوك في زياره معناها انا بروفيس مباغته باش يشوفوك شنو عندك شي سجاده، عندك شي كواترو نتاع لا اله الا الله محمد رسول الله، معناها يشوفوك عندك شي دي تخاص من معناها حاجات في علاقه بالاسلام. دونك زيارات مباغتة مفاجئة ليقفوا على بعض مظاهر التدين لدي المشتبه به، كأن يجدوا في بيته سجادة الصلاة أو مصحف القرآن أو شريطا لتلاوة مسجلة أو معلقة حائطية بها آية قرآنية أو حديث نبوي شريف، أو يجدوه متلبسا بأداء الصلاة فيرفعوا به تقريرا إلى الجهات المختصة التي تتولى التحقيق معه. يعني في دارك عندك كواتر وفيها آية قرآنية وسورة قرآنية، بسيدي لا معناها هي وكل كذا يعمل عليك تقرير.
معه الحرب على الإسلام في شرعه وشعائره ومساجده، ثم يتم فصله من وظيفته هذا إذ لم تقع محاكمته ومعاقباته كما تعمد الأجهزة المذكورة إلى تنظيم حفلات ساهرة للرقص في نادي الضباط تستدعيهم إليها مصحوبين بعقلاتهم. وهناك تدور الكؤوس المترعة بمختلف صنوف الخمر على الجميع، أو بعد جولة الخمر تبدأ جولة الرقص المختلط حيث يراقص بعضهم زوجات بعضهم. يعني لازمك تكون معناها اخر مودرن، اخر حدثوت. لازم تكون مرتك معناها هي لابسه العاريه، تشطح ترقص مع زميلك، تبزنس مع زبينك، وانتي معناها هي قال شنو هذيك المودرنيتي، هذيك الحداثه نتاعهم. وهذا بيان سور معناها حاجه يحبوا حاجه كيف هيك، يحبوا الفساد والزنا. الوغ لهذه الأحفال أو يحضرها دون اصطحاب زوجات، وأيما أحد يمتنع عن الحضور لهذه الحفلات أو يحضرها دون اصطحاب زوجته أو يمتنع من معاقرة الخمر في ذلك المجلس أو يمنع زوجته من مراقصة غيره يتهم بالتطرف ويسرح من الجيش مهما تكون رتبته العسكرية. يعني انت يعني عاملين حفلات خمريه، حفلات رقص نساء، يعني نساء معناها مخلطين بالرجال وحمص وزبيب، واذا معناها انت تمتنع باش تجيهم او تمتنع وتجي وحدك ما تجيبش معك مرتك، راك تتهم بالتطرف. لقد أضحى مسلك الاستقامة والتصون والشرف جريمة يعاقب بسببها الموظف التونسي. توخت السلطات كل الأساليب الجهنمية وسلكت جميع الطرق الشيطانية من أجل تصفية مظاهر التدين في أوساط الجيش التونسي، وانقلب مسلك النفاق والرذيلة والفاحشة والخيانة عربونا يبذله العسكري ثمنا للترقية والحظوة. يعني إن تكون أنت فاسد وساقط وزاني وما عندك الشرف، أنت تزيد في الرتبة، أنت تطلع في الرتبة. أيضا وليس يكفيه ذلك، بل عليه أن يحذر أن يكون له قريب ملتزم بالدين. رد بالك تكون عندك في العائلة واحد متدين، alors là c'est la fin de ta carrière. دونك واحد معناه ما يلزمكش حد أخوك ولا ولد عمك ولا ولد عمك، إذ أن من مقتضى الوطنية الصحيحة أن لا يكون لأحدهم قريب متدين، لأن في هذه القرابة شبهة تغض من إخلاصه للحكومة وتنغص على السلطات دواعي الاطمئنان إليه. فلقد صرح كثير من العسكريين من الجيش والشرطة والحرس رغم عدم تدينهم، رغم هم مش متدينين، أما ما قبلوهمش في الخدمة أو خرجوهم من الخدمة لأنهم عندهم في عائلتهم شكون متدين ولا امرأة متحجبة لمجرد نسب أو صهر أو قرابة لهم بأحد المتدينين. فهل كان عليهم أن يختاروا قراباتهم ليتفادوا هذا المصير الأليم؟ ولا دونك باش نحكي لكم هذا الكتاب هذا تلقاو فيه كل يعني فريمون تفهم الحاضر، تفهم شنو صار في تونس، شنو صار في وقت بن علي، شنو صار وقت الثورة، وشو صار وتوا يحكيوا عن الرجوع، لا رجوع للوراء، هو بصراحة هو الرجوع للاستبداد، هو الرجوع للإسلام الجريح. دوك الاضطهاد الناس، اضطهاد المسلمين أصبح يعني حاجة عادية، وسي السياسة العادية اللي الجماعة هذوما اللي يحكموا فيكم. نكمل دونك لي 10 مينوت اللي مازالوا لي. دونك ان فيت دونك تحب تخدم في الجيش التونسي، تخدم في الحرس التونسي، تخدم في البوليس التونسي، رد بالك تكون متدين، لازم تكون فاسد فاسق خمارجي، مرتك لازم تكون ساقطه معناها زانيه اكسيتيرا. فرانشمون معناها ما لازمكش حتى مظهر من مظاهر الدين، اتونسيون حتى مظهر لا. هذا بصراحه هذا هي السياسة الفرنسية، على خاطر فرنسا عملت نفس الشيء مع لي كريتيان، مع يعني المسيحيين التقليديين، المسيحيين اللي كانوا يلتزموا بدينهم. هذا عملته في آخر القرن التاسع عشر وفي أول القرن العشرين باش تصفي الجيش والحرس والبوليس من أي نفس مسيحي. نفس يعني السياسة، نفس السياسة، يعني فرنسا هي اللي تحكم في البلاد، والاستعمار مازال قائم، ما فماش تفسير آخر.